بين الاهلي والزمالك النهارده، لكن رجاله النادي الاهلي متفوقه على نفسها ورجعت للجيم وقدرت تعوض. برافو طارق خيري، ان شاء الله ربنا يكمل. 19 ثانيه على نهايه المباراه، وزي ما انتم شايفين برضو اللاعب الاجنبي ما بيسمعش عصام عبد الحميد بيقول ايه، وعصام عبد الحميد بيشرح للاربع لعيبه التانيين، وانا متاكد ان اللعيب ده هياخدوا الكوره هيبقى هو عايز يخلص الكوره لوحده، ودي مشكله اللاعب الاجنبي بتاع نادي الزمالك معاه في كل المباريات. هنشوف ايه كابتن عصام هياخد الكوره قدام ولا ورا. هيثم السحارتي خد من قدام عشان يلعب 14 ثانيه بس. الاهلي هيبقى ليه هجمه كمان. دفاع جيد يا رجاله، دفاع جيد يا رجاله. هيثم السحارتي، هيثم السحارتي، محمد صلاح اهو عايز ياخد الكوره ويلعب هو لوحده، ثلاثيه قصيره ياخدها حاتم البحيري وبيخدم غلطه جده. انا قلت لكم اللعيب الاجنبي دوت هو اللي هيضيعهم لانه عايز يلعب لوحده. خد الكوره وشاط اي كلام، بيلمها البحيري وبيحصل على خطا برميتين حرتين. ركز يا حاتم، هتحط الاثنين دول المباراه انتهت. 11 ثانيه على النهايه، 11 ثانيه على النهايه. فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمره برضه قليل، ده حال كل الاهلاويه. يلا يا حاتم، حاتم البحيري رميتين حرتين، فاضل 11 ثانيه على نهايه المباراه. يلا يا حاتم، قصيره معلش. 69 الاهلي 67 الزمالك. المهمة دي يا حاتم ركز، المهمة دي يا حاتم ركز. بيجيب الرمية الحرة الثانية والتايم الاوت الثالث لعصام عبد الحميد. 70-67 لصالح الاهلي، وفاضل 11 ثانية. عصام عبد الحميد بيطلب التايم اوت بتاعه الثالث. 11 ثانية، مباراة أكثر من رائعة. عصام عبد الحميد بيتشاور مع كابتن وائل والكابتن سمير، هنشوف هيعمل معاهم ايه. تايم اوت، ونفس المنوال زي ما قلت لكم، اللاعب الاجنبي قاعد على طرف البنج وما بيسمعش الكلام اللي بيقوله عصام عبد الحميد. والناحية الثانية كل فرقة النادي الاهلي متلمع حوالين طارق خيري واللعيبة على قلب راجل واحد. هذه المباراة الرائعة من صالة الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. يلا يا رجالة، 11 ثانية على نهاية المباراة. الدفاع ده مهم جدا جدا، تدوش فرصة لحد يشوط بثلاثة. يا طارق خيري يا ترى هيقول لكم ممكن نمشي الكوره 6-7 ثواني وبعد كده نعمل فاول؟ هنشوف ايه اللي هيحصل. اوت سايد لصالح نادي الزمالك، 3 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي، وفاضل 11 ثانيه على نهايه و6 على نهايه المباراه. مهيب ياسر هيطلع الاوت، كله بيدور على ستوجلن. السحارتي ادم عصام، السحارتي بيشوف بثلاثة، ماشي 3 ثواني و70-69 لصالح النادي الاهلي، و3 ثواني على نهاية المباراة. مباراة رائعة. طارق خيري بيطلب تايم اوت الثالث بتاعه. 3 ثواني على الاعصاب، والنادي الاهلي متقدم 70-69. كان مهم جدا
ان نادي الزمالك في الهجمه اللي فاتت دي لا يسجل ثلاثيه للاحتفاظ بفارق النقطه دي. وعندنا الهجمه مهم جدا نطلع الكره صح ونمسك الكره، ما نلعبش على الباسكت، مش مهم. لو جاله عمل لي فاول خلاص اخصم. اهم حاجه في الكره دي التمريره الاولى يا رجاله. التمريره الاولى يا رجاله هي اهم تمريره في المباراه. لو خرجت التمريره النادي الاهلي فاز بالمباراه. اوت سايد لصالح النادي الاهلي. 3 ثواني على نهايه المباراه. 70 الاهلي 69 الزمالك. قلت لكم من اول المباراه ان المباراه بتاعت النهارده مباراه رائعه قمه الاثاره، وبالامانه كل مباريات السوبر معظمها كده، الفرق كلها معظمها متساويه في المستوى. يلا يا رجاله عايزين نمرر الكره الاولانيه بس، مش عايزين نروح ناحيه الباسكت. التمريره الاولى يا رجاله. التمريره الاولى يا رجاله. التمريره الاولى يا رجاله. التمريره الاولى يا رامي. التمريره الاولى يا رجاله. التمريره الاولى. التمريره الاولى بس خلاص. فاضل ثانيتين ورميتين حرتين. انا لو بالجمال اجيب الاولى واجلي الثانيه. يا ترى يا جمال هتعملها بخبرتك؟ هات الاولى يا جمال وجلي الثانيه، مش هيلحقوا يعملوا حاجه. يلا يا جمال. ما بيجيبش الاولى. نركز نركز نركز. ركز يا جمال. نو فاول نو فاول نو فاول نو فاول. وتنتهي المباراة بفوز النادي الاهلي 70-69. الف مبروك للنادي الاهلي. هذه المباراة قمة، وهكذا يكون النادي الاهلي الفرقة الوحيدة التي لم تهزم في مباراة دوري السوبر وتصدرها ب8 نقاط. كانت مباراة رائعة. الف مبروك للنادي الاهلي. حظ اوفر نادي الزمالك. وعودة الى الاستوديو التحليلي مع الكابتن خالد العوضي ونجوم الكبار الكابتن خالد بخيت والكابتن هاني عبد المنعم والكابتن عمرو صابر، وكان معكم معلقكم سيد صابر.